على فكرة في ناس كتير من دول هم بيبعتوا لي جوابات بيسألوني، بيقولوا لي ليه بس اسبوع الانضباط بتقبل بلد منضبطة وبقية السنة ما بتبقاش منضبطة؟ الإجابة سهلة جدا، لأننا حددنا الانضباط بأسبوع واحد فقط، وبعدين احنا تعدادنا كبير، والفوضى والزحمة والضوضاء بيبدأوا مع نزول الناس للشوارع علشان تروح أعمالهم. ايه الحل؟ قولي لي ايه الحل؟ ايه الحل كوماندا؟ الحل بمنتهى البساطة ان احنا نكتر عدد الاعياد القومية والمناسبات الرسمية اللي بتتعاطف فيها المصالح والشركات القطاع الخاص والقطاع العام والى اخره. وعلى فكرة بالمناسبة في موظف مرؤوس ليا نشيط جدا وكفء جدا اقترح 8 اعياد قومية جديدة للسنة دي، وانا درستهم فعلا ولقيت ان 6 منهم مناسبين، وان شاء الله هجتمع مع رئيس قطاع الاعياد القوميه ونمشيهم، هيبقوا حلوين قوي. الاعياد كترت قوي يا فندم، وانا بقترح انه لازم يبقى في وزاره خاصه بالاعياد، وبعد اذنك انا هبلغ ده للمسؤولين. الو، انا معايا الانسه نانا مذيعه التلفزيون. لا كنت بسال سيادتك بس يا ترى سيادته بيتفرج على البرنامج ولا لا؟ انا عبده مشتاق، تحت امرك دايما يا فندم. انا هقول لك الفكره العبقريه دي يا اختي جات لعبده مشتاق جوزي ازاي. انا عندي واحده صاحبتي مراد محافظ، حصل بينهم زعل زي ما بيحصل لاختي في كل بيت، يعني ما فيهاش حاجه. لما زعل راح مقدم شكوى للمسؤولين، عاوز يغير العيد القومي للمحافظه من تاريخ ميلاد مراته لتاريخ ميلاد ابنه الكبير. خلاص كده انا بقى البيت كده وحكيت لمشتاق الموضوع، قعدنا نفكر سوا وبناء عليه سوسو ده كلام ما يتقالش. وبعدين الروبورتاج معايا انا مش معاكي انت. اخرجي بره الجلسه. معاك يا انسه نانا. وانا كمان مع حضرتك عبدو بيه مشتاق. سيادتك متعود دايما تفاجئنا وتفاجئ الشعب بمفاجآت سارة وعبقرية. هل ترى اقتراح سيادتك بإنشاء وزارة خاصة بالأعياد؟ هل ترى ايه الهدف من إنشاء هذه الوزارة الجديدة؟ ما اخبيش عليكي، الاقي وزاره تلمني، قصدي يعني الاقي وزاره ابقى انا وزيرها. ده الهدف الاساسي. الهدف الثاني بقى هو الاعداد والتنسيق بين المصالح الحكوميه ومؤسسات الدوله. ليه؟ حتى لا تتعارض اجازات الاعياد، ويبقى في فرصه ولو ليوم واحد في الاسبوع. شوفي سعادتك، يوم واحد الناس تروح فيه الشغل. وبالمناسبه انا بقترح عيد جديد اسمه العيد القومي لمحافظة باب اللوق. ليه؟ لأن في يوم 5 يناير من 200 سنة نابليون بونابرت وهو ماشي في باب اللوق رجله اتجزعت جنب محطة المترو بالظبط. جريت فانتاستيك عبقري مشتاق بيه. وبالطبع يوم زي ده لازم يكون يوم مشهود في تاريخ البشرية، ويجب أن تعطل فيه الجامعات والمصالح الحكومية والقطاع العام شوفي ساعتك انت هتنامي، ساعتك دي رجل نابليون مش أي رجل. رجل نابليون بونابرت. يبقى لازم أجازة. والبنوك ومراقبة البرامج التلفزيونية. تمام. يعني أنا كمان هاخد أجازة. يعني هتفرج علينا. استنوا. لا يا اختي مش هتاخدي اجازه ولا اي حاجه، لان انا مجرد ما لهفت الفكره من عبده مشتاق رحت اتصلت على طول بعبده حريقه وعلي جعوره عشان يوضبوا اغاني باب اللوق ان انت هتذيعيها في البرنامج بتاعك. سوسو كده كتير يا سوسو، كتير.
الله، مين قال ان ده اقتراح جديد؟ انا تقدمت من سنتين بمذكرة المسؤولين لتحويل هيئة الاعياد القومية الى وزارة سيادية. لازم ينسب الفضل لاصحابه. وبالمناسبة انا بقترح عيد قومي جديد في منتهى الاهمية، عيد الارشيفيين. انسب ميعاد لاقامة هذا العيد يوم 10 ديسمبر، لان في هذا التاريخ من 50 سنة استشهد ارشيفكو افندي النمكي. ارشيفكو افندي النمكي ده كان اول ارشيفي خش الارشيف عشان يجيب دوسيه اكلته الفئران والارز، الله يرحمه. انا قصدت ان التسجيلات تبقى هنا في مكتبي بعيد عن دوشه المدام في البيت. طبعا عيد التموينيين يوم 29 ديسمبر. الاحتفال باليوم ده لازم يبقى مهرجان كبير، لازم كمان نجهز له من دلوقتي. وانا يا عبده مشتاق قوي 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 قوي. بقترح ان وزراء التموين السابقين يبقوا في الصف الاول، في الصف الثاني على طول الدلالات، وكلاء الوزارة في الصف الثالث، ويتم انتخاب الدلالة المثالية في هذا اليوم. وكل وزير تموين سابق توزع عليه زجاجة زيت تذكارية، ويختتم المهرجان ده بيننا نقف كلنا ونقول نشيد التموين الشعبي. اما عيد البريديين فده عيد مهم جدا، وانا بقترح ان هو يقام يوم 5 فبراير، لان في هذا التاريخ سنة 1943 في واحدة حبت واحد حب جنوني، كانت بتبعت له جوابات بطريقة مكثفة جدا، كانت بتبعت حوالي 200 جواب في اليوم، واستشهد في توصيل هذه الجوابات عدد كبير من البريديين، وأقيمت حفل تأبين كبيرة غنت فيها رجاء عبده الغنيوة الشهيرة البوسطجية اشتكوا من كتر مراسيلي، لحن مشهور قوي اللي هو البوسطجية اشتكوا من كتر مراسيلي، من كتر مراسيل عيوني لما ده بيغني كمان فرحان بصوته، علما بان الصوت طالع من ماسوره مسدوده. اجري اجري. وبعدين يا سوسو كده مش ممكن ابدا، الكوماندا زودها قوي، ده بقى خطر عليا. ما هو انت تستاهل، انت اللي جبت الروح. قلت لك 100 مرة قبل كده لما اقترح عليك اي اقتراح تروح على طول تسجل براءة الاختراع في المركز القومي لبحوث الاعياد. المهم يا سوسو انا اعمل ايه دلوقتي؟ كده هيضيعني، كده ممكن التليفون يرن عنده هو. يبقى مفيش غير انك تحط ايدك في ايد الاعداء. اتصل بزيزو سكرتير كمبورة لشؤون الذنب القومية، عكمه هو يقوم بالواجب. الزملكاوي قاعد في وسط جمهور الاهلي. ايوه انا قاعد في وسط جمهور الاهلي، سيادته ان شاء الله جاي حالا انا متاكد. يا زمالك يا مدرسه، فن ولعب وهندسه. يا اخي اهلا انس، مين جاي يا عمنا؟